الثوريه اللي احنا بنعيشها. نعم، يعني يتحدث البعض إذا كان الأمر يتعلق بالتطوير فقد كان يمكن التطوير والقناة تسير بشكل طبيعي. يعني هل هناك أمور لم تعلن عنها القناة في هذا البيان؟ والله هو احيانا انت بتكون امر داخلي انت عندك ترتقيه، يعني ممكن في بعض القنوات بتطور وهي شغاله، وفي بعض القنوات ترتقي ان هي تعمل وقفه كامله بحيث ان هي تعيد هيكلتها بشكل او باخر من كافه الاوجه، يعني سواء الاداريه، الفنيه، البرامجيه، بشكل او باخر، يعني للتطوير ولاحداث نقله نوعيه في الاعلام الهادف. طيب، أيضا بيتحدث البعض أن هذا الإيقاف ليس إيقافا مؤقتا، وإنما توقفت قناة مصر الآن ولن تعود مرة أخرى. هل هذا الأمر صحيح؟ زي ما لو تلاحظ العقلية اللي احنا واجهناها من قبل كده، وانا عملت مع حضرتك مداخله قبل كده في قناه سابقه، يعني نعم. ان القناه كانت بتتعرض لعقبات كتير منها التشويش من الانقلابيين او معسكر الانقلاب بقياده عبد الفتاح السيسي. اصدرنا بيان ساعتها قلنا ان احنا بنعد جمهورنا لان احنا نعاود البث في اقرب وقت ممكن، وبالفعل بذلنا كل جهدنا اداريين وفنيين وموظفين لاعاده البث سريعا، والحمد لله تغلبنا على هذه العقبه. فعندما نصدر بيان ونقول اننا سنعود قريبا فنحن صادقون فيما نقول، وان شاء الله القناه في اطار التطوير ستعود احسن مما كانت عليه ان شاء الله. نعم، قناة مصر الآن هي الذراع الإعلامي أو القناة الرسمية الناطقة باسم جماعة الإخوان المسلمين. هل أثر الخلاف أو الاختلاف في وجهات النظر ما بين بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين على يعني مصير قناة مصر الآن وبالتالي توقف البث؟ لم يتدخل احد في، يعني احنا لسنا طرف كقناه يعني في خلافات داخليه في الجماعه، وان كانت الخلافات ديت لا تعنينا في شيء. احنا لا يعنينا، اللي يعنينا في المقام الاول الشارع الثوري والحركه الثوريه والناس اللي بتجاهد في الشارع ليل نهار، دول هم اللي احنا بنشتغل عليهم، ما بنشتغلش على ايديولوجيه غير ايديولوجيه ان احنا ضد الانقلاب، مع الشرعيه، مع الحقوق والحريات اينما كانت، وبالاخص في مصر والعالم العربي. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد عبده المدير التنفيذي لقناة مصر الآن، كان معنا للتعليق على توقف بث قناة مصر الآن. الأمن المصري يفض تظاهرة للطلاب بالقصر العيني. فضت قوات الأمن تظاهرة لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق في شارع القصر العيني بالعصي والهروات، كما قاموا بتكسير والتحفظ على عدد من كاميرات المصورين التابعين لعدد من الصحف، إلى جانب وقوع بعض حالات الإغماء بين الطلاب. طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق كانوا قد قاموا بقطع شارع القصر العيني أمام مبنى وزارة التعليم العالي اعتراضا على نفاذ رغباتهم وعدم اتخاذ الوزارة قرارا حتى الآن بشأنهم. بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد العزيز الخطيب الصحفي المصري بجريدة الوطن وأحد شهود العيان على ما حدث صباح اليوم. أستاذ عبد العزيز، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أستاذ. أهلا بك فندم. ماذا حدث صباح اليوم؟ تظاهرة للطلاب وتدخل من قوات الأمن، لو تحكي لنا بالتفصيل عن ما حدث في هذه المواجهات. الأحداث بدأت بتوجه مجموعة من الطلاب إلى مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة للاستفسار عن سبب عدم قبول رغباتهم وفشل عملية التسجيل. بعدها مسؤول مكتب التنسيق نصحوهم بالتوجه الى كليه الهندسه تابعه لجامعه القاهره، وحصلت نتيجه لعدم وجود رد مقنع من مسؤول التنسيق بكليه الهندسه حدثت مشادات كلاميه، وتطور الامر الى مشاجرات بين قائمين على بين افراد اداري بكليه الهندسه. نعم. واولياء الامور والطلاب. على الفور دخلت قوات الشرطه واطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريط المتظاهرين. اين كانت هذه القوات استاذ عبد العزيز؟ نعم. اين كانت قوات الامن؟ يعني قوات الامن كانت متمركزه؟ هي كانت متمركزه بميدان النهضه. نعم، وتم استدعائها من قبل الامن الاداري. الامن الاداري تدخل على الفور افراد الامن واطلقوا قنبله غاز مسيل للدموع على المتظاهرين، على الطلاب المحتجين داخل كليه الهندسه،
وقام أفراد الأمن الإداري بإخراج المتظاهرين خارج حرم الكلية. طيب التفاصيل تتحدث أن الطلاب كانوا قد قطعوا شارع القصر العيني، وأنت تتحدث أن قنابل الغاز كانت داخل كلية الهندسة. بعد ما حدث استاذ أسامة الطلاب خرجوا من كلية الهندسة. نعم. وقاموا بقطع الطريق أمام الكلية، وبعدها تدخلت قوات الأمن مرة أخرى وأجبرتهم على ضرورة مغادرة المكان وعدم التظاهر في محيط جامعة القاهرة لعدم وجود أي رد من المسؤولين بكلية الهندسة، أو أن كلية الهندسة غير مسؤولة عن عملية التنسيق أو الرد على أسئلتهم. فتوجه الطلاب بعدها إلى شارع القصر العيني حيث مقر وزارة التعليم العالي للتعبير عن رفضهم لقواعد التنسيق. نعم. هل حدث اعتداء أيضا من قوات الأمن عند وزارة التعليم العالي أم كان الأمر يقتصر في شارع القصر العيني فقط؟ هو عندما توجه ممثلين من الطلاب الى لقاء السيد المشرف على معمل المشرف الرئيسي على معمل التنسيق. نعم. اخبرهم بان ما فيش داعي لكل ما يفعلوه، وان سيتم الرد على مطالبهم بعد اسبوع. اثار ذلك غضب الطلاب وقاموا بقطع الطريق امام مقر الوزاره، مما تسبب ذلك في تدخل قوات الشرطه الذين قاموا بالاعتداء عليهم واجبروهم على اخلاء محيط الوزاره، كما قاموا بالاعتداء على عدد من الزملاء الصحفيين، الزميل عمر عبد الحميد بموقع التحرير، وزميل مصطفى بشيم بجريده الوطن، والزميل علي عبدين بموقع الفجر. نعم. هل حدثت اصابات في صفوف الصحفيين او الطلاب او حتى حالات اعتقال؟ الزميل عمر عبد الحميد اصيب بنزيف في عينه ونقل الى المستشفى الفرنساوي التابع لجامعه القاهره. الزميل عمرو يعمل في اي جريده او اي موقع؟ موقع التحرير. في موقع التحرير. أشكرك شكرا جزيلا عبد العزيز الخطيب الصحفي، كان معنا من القاهرة. اشتباكات حدثت وتدخل من قوات الأمن كما وصف لنا عبد الفتاح السيسي لوفد مجلس الشيوخ الإيطالي: نستضيف 5 ملايين لاجئ ونعاملهم كالمصريين. التقى عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء وفدا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي وبحضور السفير الإيطالي بالقاهرة. السيسي قال إن مصر سيكون لديها مجلس نواب جديد قبل نهاية العام الجاري، معربا عن ترحيب مصر بالتواصل بين البرلمان الإيطالي ومجلس النواب المصري الجديد. في الشأن السوري أكد السيسي أن مصر تستضيف ما يقرب من 5 ملايين لاجئ من الدول العربية والإفريقية يعيشون مع الشعب المصري ويحصلون على ذات الخدمات التعليمية والصحية التي يحصل عليها المصريون. المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تحدث أن مصر بها أكثر من 350 ألف لاجئ سوري يتم معهم بأفضل وضع ويعيشون كما يعيش المواطن المصري. احنا بينضم إلينا الآن عبر السكايب. نعم. طيب حتى يكون السكايب جاهز مع السيد فضل عبد الغني ننتقل إلى الخبر الآخر. صحيفة إعادة افتتاح السفارة الإسرائيلية في القاهرة. صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية تتحدث أن السفارة الإسرائيلية في القاهرة أعيد افتتاحها اليوم الأربعاء بعد 4 سنوات من إجلاء موظفي السفارة بمساعدة القوات الخاصة المصرية. لو نتذكر في 2011 كان هناك تظاهرات أمام مبنى السفارة الإسرائيلية وحدث محاولة للاقتحام، وكان هناك الشاب أحمد الشحات اللي حاول تسلق مبنى السفارة ووصل بالفعل وتم إحراق مجموعة من الأوراق في 2011، ومنذ هذا الوقت والسفارة الإسرائيلية مغلقة في القاهرة. تابعت الصحيفة الإسرائيلية: من الآن فصاعدا سيكون مقر إقامة السفير مبنى رسمي للسفارة. المتحدث أيضا باسم جيش الكيان الصهيوني عفير جندلمان تحدث وبارك على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك وفد وصل برئاسة مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية دوري جولد للاحتفال بهذه المناسبة. وبحسب ما ذكره عفير جندلمان أن عقب الاحتفال رفع العلم الإسرائيلي على مقر السفارة وكشف النقاب عن لافتة تحمل شعار دولة الكيان الصهيوني، وانتهى الاحتفال بعزف النشيد الوطني لدولة الكيان الصهيوني ولجمهورية مصر العربية.
احنا نعود مرة أخرى إلى السيد فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان. سيد فضل، السلام عليكم. وعليكم السلام. سيد فضل، عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته المتحدث باسم وزير الخارجية يتحدثون أن معاملة اللاجئين السوريين في مصر على ما يرام، وأن لهم حقوق المواطن المصري، وأن هناك ما يقرب من 350 ألف لاجئ سوري موجودين في مصر، ولا يوجد أي مشاكل لهؤلاء اللاجئين. أنتم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان كيف رصدتم حال اللاجئين السوريين داخل محافظات مصر؟ هلا بالحقيقه هو قبل حدوث الانقلاب كان وضع اللاجئين كما ذكرت الان، اما بعد يعني في ظل السلطه الحاليه اختلف الوضع بشكل يعني جذري. نعم، كان في عهد الرئيس السابق يدخل السوريين بدون اي فيزا، الان بحاجه الى فيزا. انا اقول لك امر اكثر من ذلك. هناك يعني الانقلاب حصل في ايام معدوده، فبعض الازواج غادر القاهره في شغل، عندما اراد العوده كانت قد فرضت الفيزا بين ليله وضحاها، منع من العوده الى زوجته واطفاله وهي داخل مصر، وهذا يعني ادى الى ان الاف من اللاجئين لم يعودوا يدخلوا. ثم ماذا عن انه 350 الف وهو يعني عدد قليل جدا. الان المانيا تستضيف قرابه هذا العدد، المانيا لوحدها البعيده عن سوريا وهي ليست دوله عربيه، وايضا هناك ظل لجوء. يعني نحن توقعنا من مصر في الحقيقه ان تستضيف العدد الاكبر من اللاجئين. اقول لك لماذا؟ لانه مصر المعيشه فيها قريبه الى سوريا من ناحيه المعيشه ومن ناحيه المصروف، اما البلدان المجاوره فهي تختلف بشكل كبير. مثلا الاردن الاسعار فيها مرتفعه، ايضا لبنان. فاما 350 الف هو رقم يعني بسيط بالنسبه الى يعني مصر. ايضا هناك عدد كبير من التضييقات حصلت ويعني في ظل تحديدا بعض الخطابات العنصريه التي كانت عبر وسائل الاعلام تجاه اللاجئين السوريين. سمعنا كثير من التحريض عليهم، وبالرغم من انهم لم يكون هناك اي يعني اي توجهات سياسيه لدى طيب سيد فضل، هؤلاء اللاجئين. نعم، لو تحدثنا عن العدد الذي ذكره السيسي وذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية، هل من مضايقات أو من انتهاكات بحق هذا العدد 350 ألف لاجئ سوري داخل محافظات مصر؟ هل رصدتم انتهاكات أو اعتقالات بحق عدد من هؤلاء؟ نعم، هناك كان اعتقالات وكان هناك قسري لقرابة 3000 لاجئ سوري. وهناك يعني نحن تحدثنا واعتقل عدد كبير من اللاجئين، حتى يعني اصدرنا وساهمنا في اصدار بيان حول التضييق على اللاجئين، ولان هناك كان اعتقال وكان هناك تهديد البعض منهم في يعني اعادته الى سوريا، لكن قسم منهم يعني سافر، كان له حريه السفر وبالتالي طرد واختار ان يسافر الى تركيا بدلا من ان يعني يتم اعتقاله. طيب، عند الجزئيه التي قال فيها السيسي لوفد مجلس الشيوخ الايطالي بان المواطن السوري في مصر او اللاجئ السوري في مصر يتم معاملته بالمثل كما يعامل المواطن المصري، ما مدى صدق هذه العبارة؟ في بعض الامور يتم المعامله بشكل يعني مقبول نوعا ما، خاصه فيما يتعلق بالدراسه والجامعات، وان كان هناك حصل بعض التضييقات، لكن في الفتره الاخيره يعني تم التخفيف. حتى يعني في الفتره الاخيره خف التضييق وخف طرد اللاجئين وخف حتى عمليات تهجيرهم واعتقالهم. نتكلم عن 3 الأشهر الأخيرة، أما قبل ذلك لا، يعني تعرضوا في الإسكندرية واعتقل عدد من اللاجئين، وكان بينهم يعني اعتقل 56 لاجئ. نعم. وكان بينهم 15 امرأة و10 أطفال، وكانوا يعيشون في ظروف صعبة، في ظروف اعتقال صعبة جدا.
طيب، يعني تحدثت بعض وسائل الإعلام أن السلطات المصرية فرضت رسوم على دخول السوريين إلى مصر تصل إلى 3000 دولار. ما مدى صحة هذه الأنباء؟ لا، هذه الانباء هي ليست صحيحه. يعني الصحيح هو ان يعني السلطات المصريه للاسف الشديد فرضت الان تاشيره فيزا. ليست هنا المشكله، يعني اوكي فرضوا فيزا، لكن عندما يذهب المواطن السوري يعني الى تقديم طلب للفيزا، يعني اكثر من 99.99% يعني يتم رفض الطلبات. لماذا يعني ترفض هذه الطلبات؟ لا احد يعلم حتى الان. أشكرك شكرا جزيلا فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان معنا عبر الهاتف. نعود مرة أخرى إلى خبر إعادة افتتاح السفارة الإسرائيلية في القاهرة. الخبر الحقيقة أثار ضجة كبيرة جدا على مدار اليوم النهاردة، في ردود أفعال كبيرة جدا. بعض الناس قارنت ما بين ردود أفعال الإعلام المصري وبعض النخب السياسية والأحزاب عندما سرب أو عندما نشر وثيقة أو خطاب من الرئاسة المصرية في عهد الرئيس محمد مرسي، وزيل بتوقيع الرئيس مرسي، وكتب صديقي العزيز بيريز إلى الرئيس دولة الكيان الصهيوني. الآن لا أحد يتحدث عن إعادة افتتاح سفارة الكيان الصهيوني مرة أخرى، ولكن بيان عفير جندلمان الذي تحدث فيه قال: نحن نشكر مساعي القاهرة وعبد الفتاح السيسي، ويعني هذه حالة من حالات التقارب ما بين النظام المصري الآن ونظام دولة الكيان الصهيوني. بينضم إلينا الآن للتعليق على هذا الخبر الدكتور إبراهيم يسري، السفير المصري السابق. دكتور إبراهيم، السلام عليكم. دكتور إبراهيم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، يعني برحب بك بداية، وما تعليقك على إعادة افتتاح سفارة دولة الكيان الصهيوني مرة أخرى في القاهرة بعد إغلاقها لمدة قاربة ال4 سنوات؟ هو في الواقع لازم نرجع لقواعد القانون الدولي. اتفاقية السلام التي تنص على إعادة العلاقات لا تسمو على مبادئ القانون الدولي التي تعطي الحرية للدول في أن تقيم أو لا تقيم علاقات. ولا يعني هذا سوء العلاقات، هناك علاقات بين دول علاقات جيدة ولكن ليس بها سفارات. فيما يتعلق بإسرائيل، احنا اخذنا على يعني ابقاء العلاقات مع بمستوى قائم بالاعمال، وهذا المستوى يستطيع ان يؤدي كل مهام السفارات. اما انه ارسال سفير فهذه برضه يعني بيعتبر نوع من الترضية السياسية. ولكن الحقيقة يعني بالنسبة لإسرائيل وما تفعله وتوسعتها وعدوانها، يعني أنا لا أتصور أن علينا التزام أصلا بفتح السفارة. يعني الصداقة والحب والدفء بين إسرائيل ومصر شيء غريب جدا علينا، على أي عربي. نعم. وبالتالي فإن يعني إعادة العلاقات أو إعادة السفير ما يعني تؤخذ الضمير العربي بالسلبية يعني. طيب سيادة السفير، لو تحدثنا حول التوقيت بعد 4 أعوام من الإغلاق، بعد التظاهرات أمام مبنى السفارة في 2011 ومحاولة بعض الشباب لاقتحام السفارة، سفارة الكيان الصهيوني، لماذا الآن يتم إعادة افتتاح السفارة مرة أخرى واحتفال رسمي وموفد من وزارة الخارجية لدولة الكيان الصهيوني يأتي ويفتتح المقر بنفسه؟ زي ما أنا قلت لحضرتك، يعني أي علاقة بإسرائيل
بتقابل الضمير العربي والضمير المصري بالرفض ويعني والاستنكار. يعني احنا يعني انا بتساءل ايه عقيده الجيش المصري الان؟ نعم. هل ما زال العدو هو اسرائيل ولا تغير؟ يعني على ضوء هذا نقدر نقول، وعلى ضوء يعني العدوان الاسرائيلي السافر واغتصاب ارض فلسطين وعدم قبول حل الدولتين على اعتبار قرار مجلس الامن بالعوده الى حدود 5 يونيو، اسرائيل تتوسع والان تعتدي على الاقصى. الاقصى ده يعني شيء مقدس بالنسبه للمسلمين كلهم. نعم. طيب سيادة في السفير، هذا التوقيت لما نعيد سفير او نعمل احتفال، نعم، اظن دي تبقى يعني صعبه جدا على الضمير العربي اللي احنا عشناه من سنه 48. طيب هل تتوقع الحدة والعنف في ردة الفعل من قبل بعض الإعلاميين وبعض النخب السياسية على غرار ما فعلوه عندما نشرت الوثيقة المزيلة بتوقيع الرئيس محمد مرسي وكان فيها كلمة صديقي العزيز بريز؟ اول حاجه عايز اقولها انه الدكتور مرسي لما بعت الموضوع على الجواب، هذه الصيغه بتستخدم لجميع السفراء في جميع البلاد. يعني صيغه مستقره عرفيا في القانون الدولي، لانه لما دوله توفي السفير معنى كده ان الرؤساء اصدقاء. فده يعني عباره عن ورقه روتينيه وليس لها مدلول سياسي اطلاقا. اما التوقيت الان فيعني لا ارجو ان لا يكون مرتبط بعلاقات حميمه مع عدونا اللدود، يعني وهذا الذي ارجوه. نعم. أنا كنت أسأل عن ردة فعل لبعض الإعلاميين وبعض النخب السياسية على هذه الوثيقة في عهد الرئيس محمد مرسي. هل تتوقع نفس ردة الفعل الآن على إعادة افتتاح سفارة دولة الكيان الصهيوني مرة أخرى في القاهرة؟ لا، وأنا لا أتوقع ذلك. يعني أنت لما تقرأ حضرتك الصحف المصرية تجدها في حالة يرثى لها تبعية مباشرة للنظام، ولا تستطيع أن تخرج عن هذا الخط إطلاقا. نعم. أشكرك شكرا جزيلا السفير إبراهيم يسري، السفير المصري السابق في الجزائر، كان معنا عبر الهاتف. آخر فقرة في هذه الفقرة الإخبارية هي تقرير السوشيال ميديا عن أهم وأبرز ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي في هذا اليوم. نشوف التقرير ونرجع نكمل.
خربت ده احد الهاشتاجات اللي كان واخد ترند على تويتر، بيتكلموا فيه عن حال مصر، وزي ما شفتوا مجموعه من التعليقات. مصر الان ايضا كان واخد ترند امبارح والنهارده على السوشيال ميديا بعد بيان قناه مصر الان، وكان في يعني انباء في حاله من التضارب ما بين ناس فرحانه باغلاق القناه، وفي ناس كتير جدا من متابعي القناه وبرامجها والزملاء مقدمي البرامج فيها كانوا طبعا في حاله تاثر شديد، وبيدعوا ان يا رب قناه مصر الان ترجع مرة أخرى. كان في هاشتاج أيضا كان بيتكلم عن التعليم المصري، اوصف التعليم المصري أو كلمة للتعليم المصري، وكان أيضا واخد يعني ترند كبير جدا. كان أكتر الهاشتاجات، ويعني في أحد الشباب كاتب إن هو وصل ترند في نص ساعة كان عيوب الزوجة المصرية أو أبرز عيوب الزوجة المصرية. كان لفت للنظر في هذا الهاشتاج إن معظم اللي علقوا فيه كانوا من السيدات والبنات، وكان الشباب أو الرجالة اللي بيعلقوا كان عدد قليل جدا، وكان بيدخل يكتب كلمتين في وصفين للزوجة المصرية. نافذة على مصر، حلقتنا مستمرة بعد الفاصل، تبقى معنا. اوعوا الثورة تتسرق منكم بأي حجة. الحجج كتير والسحرة كتير والتحدي كبير، وانتوا قادرين تواجهوا هذا. ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها كاملة والحفاظ على الشرعية، ثمن الحفاظ عليها حياتي أنا. ده كأننا واحد يهودي دخل عليا بالرشاش كده اللي ما يقومش يروح ضربه في دماغه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إعلام كذاب، إعلام خاين، إعلام مضلل. حسبنا الله ونعم الوكيل. بغيب الناس. أنا طبعا خايف لا ياخدوني عشان كان في أمن دولة هناك، فبقول لهم برافو عليكم يا رجالة. أنا عايز أحافظ على حياتكم كلكم. أنا عايز أحافظ على الأطفال، ولادنا اللي هيجوا يكبروا بعدنا. أنا عايز أحافظ على البنات، هيبقوا أمهات المستقبل اللي بيعلموا ولادهم إن آبائهم وأجدادهم كانوا رجال. لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبدا على رأي الفسدة، ولا يعطون الدنية أبدا من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم. في أمر أولي الأمر حق ضائع، قضايا لا تكشف، ومصائر في مهب الريح. حقوق الناس يأتيكم في هذه الأوقات. أهلا بكم. نافذة على مصر، حلقتنا مستمرة وفيها دولة بلا برلمان، وتخبط وتدخل أمني في أسماء المرشحين، وبرلمان تائه لا صاحب له ولا موعد محدد لانتخابه، ويبقى القرار في يدي الحاكم العسكري لمصر. قبل أيام من الانقلاب على الرئيس الشرعي في مصر، اجتمع المجلس العسكري مع القوى السياسية ورموزها، وتم إعداد سيناريو الانقلاب متضمنا عدة بنود سميت في بيان 3 من يوليو بخارطة الطريق. كان أهم تلك البنود الاتفاق على إعداد الدستور عن طريق لجنة 50 المعينة، ثم الذهاب إلى انتخابات برلمانية في موعد أقصاه 6 أشهر. ولكن العسكر كان لهم مخطط آخر، وضربوا بخارطة الطريق عرض الحائط. وبالنظر إلى الدستور الذي تم وضعه من قبل لجنة 50، فإن العسكر أطاحوا بمواده أيضا، وتم انتهاكه هو الآخر، وإدارة البلاد على طريقة القبائل وجمهوريات الموز. والآن
وبعد مرور عامين ويزيد على بيان الانقلاب وعام ونصف على موعد إجراء الانتخابات كما كان موضحا بخارطة الطريق، قرر عبد الفتاح السيسي إكمال مشهد الانقلاب بوضع الرتوش الأخيرة عليه بتحديد موعد للانتخابات البرلمانية. رأى بعض المراقبين أن الأمر لو كان بيد السيسي ما كان مضى قدما في إجراء الانتخابات، إلا أن عاملين ضاغطين اضطراه اللجوء إلى هذا المنحى، أولهما إلحاح القوى السياسية على إجراء الانتخابات لحصد المقاعد التي وعدوا بها ولعب الدور المنوط بهم وجني ثمار المشاركة في الانقلاب. العامل الآخر وهو الأهم ضغوط دولية تمارس على السيسي لإنجاز مرحلة الانتخابات لتأخذ مصر شكل الدولة الديمقراطية ولو مجازا، ليصبح من اليسير التعامل مع انقلاب مصر بأريحية تمنع حرج الساسة الغربيين أمام شعوبهم. إذن الانتخابات البرلمانية في مصر ستتم، ولكن هنا يأتي السؤال: هل ستمر مرور الكرام؟ أم أن الأيام المقبلة ستخبئ الكثير من الأحداث التي قد تطيح بانقلاب عجزت التظاهرات عن خلخلة دعائمه؟ أهلا بكم. دعوني أرحب بضيفي معي في الاستوديو الدكتور جمال حشمت رئيس البرلمان المصري بالخارج. دكتور جمال أهلا بك. أهلا وسهلا. دكتور، خلينا نبدأ بسيناريو لإجراء انتخابات برلمانية ما بعد الانقلاب العسكري، ودعني أبدأ معك بتقرير لصحيفة البوستنج جلوب كتب يوم 31 أغسطس الماضي، تحدث أن إعلان مصر عن موعد الانتخابات البرلمانية هو آخر مراحل خارطة الطريق، ولكن في ظل غياب جماعة الإخوان المسلمين التي وصفها النظام العسكري في مصر باعتبارها جماعة إرهابية ومقاطعة بعض جماعات المعارضة العلمانية للانتخابات، لن تجرى هذه الانتخابات وشككوا في نزاهتها بشكل كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا يعني سبقا قلنا أن الانتخابات القادمة إن تمت فهي انتخابات غير مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية. ليه؟ لأن ما فيش منافس. المنافسين يا إما قتلوا يا إما سجنوا يا إما طردوا يا إما هاجروا، وبالتالي ليست هناك أحزاب معارضة في مصر. أنت بتعمل انتخابات لفصيل واحد، والفصيل ده بيتمازج وحتى هو مش عاجبه وعايزهم كلهم يبقوا في قائمة واحدة، ينقيهم ويختارهم ولائهم 100% له. ودي مشكلة تقابله، لأن هناك رجال مبارك، هناك فلول، هناك رجال أعمال الآن بدأوا يشعروا بأن العسكر يعني أكلوا التورتة لوحدهم. يعني كل المشروعات القومية الآن تذهب إلى القوات المسلحة وهم لا يشاركون إلا من الباطن، زي الشراكة اللي من الباطن كلها، وبالتالي هذا لا يرضي طموحهم. في نفس الوقت مطالبين بأن يدفعوا في صندوق تحيا مصر. في ضغوط شديدة عليهم الآن، البعض منهم هرب زي منصور عامر تقريبا، ولا اسمه منصور عامر تقريبا، وهناك من هو ملاحق، وهناك من هو بدأ يلم نفسه، وهناك من يدخل يريد أن يفرض سطوته زي نجيب ساويرس. وهناك كلام يقال أن نجيب ساويرس يحضر أن يكون رئيس الوزراء بدعم من الكنيسة. عن تفاصيل هذه العملية، ولكن كان لك تصريح على صفحتك على مواقع التواصل الاجتماعي كان بعيدا عن السياسة، ولكن كان مرتبط بأن من سيشارك في هذا البرلمان وفي هذه الانتخابات فهو سيتحمل وزر الدماء التي سالت وسيتحمل صحيح. ذنب من قتلوا. هذا هو النوع الواحد اللي موجود الآن وينافس على مقاعد الانتخاب. هؤلاء الذين فوضوا، هؤلاء الذين ارتضوا بالقتل، هؤلاء الذين برروا، هؤلاء الذين أيدوا، هؤلاء الذين ما زالوا حتى الآن يجدوا في أن العسكر هو خلاص مصر، رغم أن بلاء مصر وتأخر مصر وفساد مصر واستبداد مصر بدأ مع العسكر. احنا بدأنا في نفس الوقت اللي بدأت فيه اليابان، ونفس الوقت اللي بدأت فيه ألمانيا، ونفس الوقت اللي بدأت فيه الهند، ونفس الوقت اللي بدأت فيه كوريا، وبرغم ذلك هم فين وإحنا فين؟ ليه؟ لأن الذي كان يسيطر على هذا هم العسكر. طيب. وبالتالي ليس هناك. يتحدث البعض دكتور جمال داخليا وخارجيا أيضا أن هذه الخطوة إن تمت فعبد الفتاح السيسي وهذا الانقلاب العسكري يرسخ لأنه دولة مدنية ويرسخ لدولة مبارك في بداية الثمانينيات، وعلى الإخوان المسلمين وعلى البرلمانيين وعلى السياسيين أن يدخلوا في صفوف المعارضة وتعود الأمور كما كانت مع بداية عهد مبارك. لا، أنا لا أتصور أن هناك مقارنة. يعني هذا عهد بدأ بالدماء، يعني قام على الدماء وغزي بالدماء، وبالتالي فرصة المقاربة معنا فرصة تكاد تكون مستحيلة. وبالتالي ليس هناك حل غير أن جزء من الشقاق المجتمعي الذي أحدثه السيسي بانقلابه العسكري
لابد أن يعالج، وجزء كبير من معالجته هي فكرة القصاص أو فكرة العدالة الانتقالية. وده أمر لا يستطيع أن يفعله هو، لأنه أيضا مدان، هو متهم مع 13 من المسؤولين معه في مذبحة ربعة بالهيومن رايتس ووتش باتهام للأمم المتحدة بالتحويل لمحكمة جنائية باعتباره مجرم حرب. وبالتالي فكرة أن يستقر في الأذهان أنه كمل الدولة وشكل الدولة هو أيضا كلام مش هيفيده كتير. طيب، كان هناك مجموعة من النقاط الغريبة في تعامل عبد الفتاح السيسي مع البرلمان يعني الذي يرجو أن يتم انتخابه بعد إقرار الدستور. هذا الانقلاب قالوا أن الانتخابات البرلمانية ستتم بعد 6 أشهر بعد إقرار هذا الدستور. مرت ال6 أشهر ولم تتم الانتخابات. تحدث السيسي بعد إبقائه على محلب بأن الانتخابات ستتم في مطلع 2015 ثم لم تتم في مطلع 2015. تحدث مرة أخرى أنها ستتم قبيل المؤتمر الاقتصادي في مارس ولم تتم قبيل المؤتمر الاقتصادي. تدخل القضاء المصري للمرة الثانية بعد حل برلمان 2011 وقال أن هناك بعض القوانين بها بعض المشاكل سيتم التأجيل. عبد الفتاح السيسي يؤجل فيؤجل فيؤجل، لماذا لا يريد إتمام هذا البرلمان؟ هو ليس من مصلحته وجود برلمان، وهو قال كده في أحد التسريبات، قال يعني هتجيلكم طلبات إحاطة يعني في وجود رئيس مدني وفي وجود في عز الثورة هيبقى هناك استجوابات، هل تتحملوا الاستجوابات؟ ولكن برلمان كما وصفته سيستطيع أن يستجوب حكومة. لا برلمان السيسي لا، هو كان متخوف من البرلمانات الحقيقية، ولذلك حل لمجلس الشعب بحكم المحكمة الدستورية وقرار الحاكم العسكري، وهو قرار استثنائي يعتبر باطل في عرف القانون الدولي. ثم حل مجلس الشورى بعد الانقلاب العسكري. إنما أنا عايز أقول إن هو في من يتذكر أن حسني مبارك طوال 30 سنة كان يأخذ فيها التفويض من مجلس الشعب بشراء السلاح وتجارة السلاح في مصر، وهو كان التاجر الأول للسلاح في مصر وكان تحتيه رجالة كتير. مين اللي قدر يسأل حسني مبارك في نهاية كل تفويض قبل أن يأخذ التفويض الآخر كان مطالبا بتقديم تقرير لمجلس الشعب؟ من قدم ومتى قدم تقريرا واحدا؟ وبالتالي فكرة المحاسبة، الجيش مش مهيأ نفسه أبدا منذ أن استولى على الحكم في 52 وتداعت وازدادت ثروته ومؤسسته الاقتصادية، ما عندوش استعداد أبدا أن حد يحاسبه. حتى محمد نصر اللي هو المدير المالي للمجلس الأعلى العسكري يتكلم بمنتهى الوضوح: ده شقانا وعرقنا ولن نسمح لأحد أن يقترب إليه هذه المليارات الآن التي يتاجر فيها. وبالتالي فكرة المحاسبة هي فكرة بعيدة، لا يريد أحد أن يحاسبه. حجم القوانين والقرارات التي طلعت حتى أكثر من 500 قرار وقانون، مين اللي قال كده؟ مرسي وهو الرئيس الشعبي منتخب انتخابا حرا نزيها أو رئيس مدني، عندما أخرج الإعلان الدستوري وكان له مبرره في كل قرار الدنيا كلها هاجت عليه. أين هؤلاء؟ سكتوا بالدماء، قتل المعارضين بالدماء وخوف بدمائهم الآخرين. كانت هناك نقطة أخرى لافتة للنظر دكتور جمال، وهي أن في كل مرة يعلن فيها عبد الفتاح السيسي ليس عن التأجيل وإنما عن انعقاد هذا البرلمان وعن الانتخابات، كان لابد أن يرافقه بجواره شخص من جهة أجنبية أو من دولة غربية، مرة مع المستشارة أنجيلا ميركل واليوم مع وفد مجلس الشيوخ الإيطالي. لماذا يصر عبد الفتاح السيسي على الحديث عن انعقاد البرلمان مع الغرب دائما؟ لأن مطلب الإدارات الأوروبية والأمريكية مطلب استكمال الشكل الديكوري، باعتبار خريطة الطريق فيها 3 تم 2 حتى لو خلفوا الأوقات، لأن الاثنين خلفوا الأوقات سواء الدستور أو انتخابات الرئاسة. والبرلمان يعتبر يعني هو ده الشكل اللي هيدي للدولة شكل الدولة المدنية، يقوم يجعل له مبرر في دعم هذا النظام الانقلابي. هو بيتصور أن هذا سيعطيه دعم، إنما حجم الإجرام الذي يرتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان لن تسمح لأحد أبدا أن يؤيد هذا الانقلاب بشكل سافر بقلب جامد. إنما نجد تأييد في الدرة، دعم في الدرة وفي الإعلان وفي الصحف وفي جمعيات حقوق الإنسان. هناك معارضة شديدة لما يتم في مصر، في إدانة شديدة. الأنظمة تدعمه لا شك في ذلك طبعا، هي التي بدأت وهي التي وهذه الخطوة ستقوي يعني رصيده وستزيد رصيده. هم يظنون ذلك، ولكن أنا أتوقع أن هذه خطوة من خطوات إنهاء الانقلاب، لأنه هيعمل حالة من السخط الشديد داخل الشعب المصري. احنا شفنا حجم الفساد اللي موجود، وهو الشعب المصري سيصاب بحالة من السخط لإجراء انتخابات، ولم يصاب بحالة من السخط مع القتل ومع التشريد. طبعا، لأن هو بيعتبر نفسه انه بيبني دولة على جثث الإخوان، فهو راضي بالجثث. طيب، ولكن إنما شكل الدولة الشعب المصري سينهار. الشعب المصري الآن يقول عندنا رئيس وعندنا دستور وسيأتي عندنا برلمان، والمهم أنه لا يوجد إخوان. يعني هذه هي التيمة الإعلامية اللي طالعة إن كفاية إن احنا تخلصنا من الإخوان. يعني كل مصائب البلد تحدث
والفاعلين يتستروا وراء هذا الإعلان أنه يكفينا أن احنا خلصنا من الإخوان، أو كفاية أن احنا ما بقناش زي سوريا والعراق. إنما في النهاية ما يحدث في مصر كارثي بكل المقاييس، وسيدفع ثمنه أنصاره قبل حجم الضرب الذي تم. ثبت أقدام المقاومين والرافضين للانقلاب وانهار. طيب يعني أنت تقول أن إذا تم انتخاب هذا البرلمان فهي خطوة ضد نظام العسكري في مصر، نظام السيسي، كيف؟ أنا أتصور أن هيبقى في صراع شديد، لأنه السيسي الآن في الدستور اللي هم عملوه بنفسهم يعني أعطوا صلاحيات لرئيس الوزراء ربما أكثر من صلاحيات الجمهورية أو تساويها، وأعطوا للبرلمان حق محاسبة رئيس الجمهورية، وهذا أمر لا يقبله السيسي. يعني بمعنى أن وزير الدفاع أكثر حصانة من السيسي، وهو لن يقبل هذا. ولذلك هو حجم التغييرات اللي بتتم في القوات المسلحة والتعديلات ورجاله، حجم الخوف اللي بينتابه عند دخول القوات المسلحة بحرسه حتى في الصورة التذكارية وحرسه وراءه، هذا حكم يعني أمر يجعل أن هناك في توتر موجود وقائم هو يحسمه دائما ولكن هو يسيطر عليه. يعني حتى داخل الأجهزة الأمنية حركة تنقلات كبيرة في بعض الأجهزة السيادية كجهاز المخابرات العامة وخلافه، والمخابرات الحربية أيضا. يعني الرجل لديه أيادي في كل. أنا عايز أقول أنه هو يعني يفعل ما يظن أنه يثبت أركانه أو أنه يؤمن نفسه، ولكن الخائن دائما متخوف، الخائن دائما لا يأمن ولا يؤتمن، وبالتالي هو الآن يتخلص من رجاله. يعني كل اللي وقف وزمر له وهيص له وأيده الآن يدفع الثمن، وهذا سيمتد إلى الشعب. طيب. يعني إلى جمهور الشعب. كنت تتحدث عن نجيب ساويرس وعن بعض رجال الأعمال الذين يعني لديهم أدوار كبيرة في هذه الانتخابات، هل هناك معلومات عن هذا الأمر؟ لا، يعني هو كانت في معلومات أن هناك رغبة للكنيسة بأن ساويرس تتولى رئاسة الوزراء. أمر من المطالب يعني التي طالبوا بها كثيرا. تتحدث عن قيادات الكنيسة التي دعمت النظام العسكري. دعمت النظام العسكري طبعا، وأن هناك رغبة لدى ساويرس. هو قال أن الإخوان وحزب الحرية والعدالة والرئيس عرض عليه وزراء وعرض عليه محافظين، وهو رفض لأنه مش عايز يبقى سبب في نجاحهم أو سبب في أو هم يتجملوا به. ولا هذه المعلومة صحيحة؟ هو قالها، هو اللي قال، هو اللي نطق بها يعني. أنا لا أعلم صحيح ولا مش صحيح. يعني أنا أعرف أن منير فخري عبد النور كان وزير وعرضت عليه الوزارة، ولكنه رفض أيضا، ربما من هذا المنطلق. البعض ظن أنه سينجح وأن نجاحه سينسب إلى الإسلاميين وبالتالي طيب. يفشل. قبل أن ننتقل إلى التحدي الملقى على عاتقكم في البرلمان المصري في الخارج، وسنتحدث عن يعني هذا البيان الذي نشرتموه على مواقع التواصل الاجتماعي، قضية فساد كبرى تضرب وزراء ورجال عبد الفتاح السيسي، ومنهم رجال محسوبين على نظام مبارك كمحمد فودة وآخرين، وقرار بالأمس باستبعاد أحمد عز نهائيا من المشاركة في الانتخابات. ماذا يحدث؟ هو يحدث أنه يريد أن يخلي الساحة من منافسة الفلول ورجال أعمال مبارك، لأنهم ربما ما يكونوش تحت السيطرة، وبالتالي هؤلاء يمثلون خطورة لو دخلوا البرلمان بشكل قوي. هو الآن يريد أن ينحي البعض جانبا يعني قصرا، وغالبا كل هؤلاء الوزراء لديهم أو عليهم ملفات كل واحد إيديه موجوعة، هم يسيطروا عليهم بهذه الأيدي الموجوعة. إنما تقدر تقول لي هل ليس هناك ركائز للفساد في مصر أهم من دول موجودة ولم يتقدم وتقرب إليهم أحد؟ صحيح موجود. هل القوات المسلحة ليس فيها حجم من الفساد وقيادتها؟ فيها. هل كان حد يتحدث عن نظيف أنه كان فاسدا في وقته؟ هل كان حد يتحدث عن فتح سرور أنه كان فاسدا؟ وطلعوا في الآخر كلهم بعد الثورة ملفات كثيرة للفساد كانوا مشاركين فيها. وبالتالي هو الآن يريد أن يفتح مثل هذه الملفات ظنا منه أنه هذا ربما يزيد من شعبية القائمة التي ينوي أن ينزل بها، لأنه محارب للفساد. قائمة في حب مصر تتحدث عن سامح سيف اليزل ومصطفى بكري وآخرين. البعض أيضا تحدث أنكم في انتخابات 2011 شاركتم بقوائم وكان معكم حمدين صباحي وكمال أبو عيطة وآخرين. لماذا الآن البعض يصدر منه بعض التصريحات بأن هذه القائمة هي عبارة عن تمثيلية وعبارة عن فيلم لإخراج المشهد بصورة؟ لأن قلت لك المعايير أصلا الموجودة ما فيش منافسة. المرة اللي فاتت كان كل الناس مشاركين في الانتخابات، كانت في روح جديدة، كان في حرية حقيقية. القائمة التي نجح عليها حمدين صباحي وأبو 8 من حزبه كانت هي قائمة التحالف الديمقراطي، وهي القائمة الوحيدة التي أبعدت نفسها عن الاستقطاب الذي كان يحدث وقتها. هناك استقطاب حدث فحزب النور طلع وعمل قائمة سموها القائمة الإسلامية،
وحزب الوفد طلع عمل قائمة اسمها القائمة العلمانية المسيحية، وتبقى التحالف الديمقراطي دخل منه المسلم والمسيحي، دخل منه السلفي والإخواني، دخل منه الرجل والمرأة، دخل منه الليبرالي والقومي على قائمته. لم تعد ما حدش قادر يفهم ان النموذج اللي قدم ده كان نموذج المتوافق اللي احنا راغبين فيه. انما الان لما يعملوا كلهم حاجه واحده، كلهم ميه واحده، كلهم لون واحد، يعني الناس بتتباهى وتختلف في حبها للنظام وفي قربها للنظام. دكتور جمال، حزب النور الآن هناك حملة شرسة في بعض القنوات الفضائية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي أن أبعدوا حزب النور عن الحياة السياسية، لا للأحزاب الدينية، هو شعار وسلوغن يتم وضعه على بعض الشاشات ويتم استهداف مباشرة به قيادات حزب النور. لماذا يدفع حزب النور الثمن، وأي ثمن يدفعه الآن؟ لأنه أدى المهمة بتاعته. يعني أنا أتوقع أن يكون هناك بعضهم ينجح تزويرا، يعني بالإرادة بالرغبة، برضو في محاولة لتجميل شكل المجلس القادم. حزب النور قال أنه لا مانع لديه بدخول أقباط على قائمته طبعا. ونزول المرأة على قائمته طبعا، والمرأة وطلعوا منقبات وعملوا أحاديث صحفية، وده أمر يبين أن هذا حزب انتهازي لم يغير قناعاته. وأنا قلت الكلام ده في أحد المؤتمرات في قطر أمام برهامي، وقلت أن الجماعة الإسلامية كانت قوية وكانت جريئة بقدر كافي سمح لها بأن تعمل مراجعة شاملة لفكرها وتخطئ نفسها في بعض الفتاوى وتقول أن هذا موقفنا وكنا أخطأنا فيه وهذا موقفنا وما زلنا عليه. حزب النور عندما دخل الانتخابات وعمل حزب سياسي لم يراجع أي من أفكاره ومن كتبه التي تكلمت عن كفرية الديمقراطية وكفرية مجلس الشعب والتشريع بغير الله. لا، ما عملوش مراجعات، وبالتالي هو حزب متقلب حتى يلعب على الأحبال كلها، يجيب النص الشرعي عندما يريده ويلغيه عندما يريده. هل استطاع النور خداع الإخوان المسلمين والحرية والعدالة ولم يستطع خداع عبد الفتاح السيسي وانقلابه؟ لا أبدا، هو هيخدع مين؟ هيخدع ممولينه. يعني هو التقارير اللي سربت من أمن الدولة بعد الثورة كانت تتكلم على كيفية استخدام، وأنا عرضت أحد هذه التقارير، كيفية استخدام حزب النور لمحاربة الإخوان المسلمين، وكان التقرير جاي من محافظة الشرقية. يعني هو كان يستخدم، الناس كانت بتطلع من هذا التقرير أنت طلعت عليه بعد الانقلاب؟ بعد الانقلاب طبعا، في الحاجات المسربة من أمن الدولة، الوثائق المسربة من أمن الدولة. والفكرة كلها كانت أنه لا يسمح لأحد بخروج أو بالطلوع على المنابر إلا بسبب الإخوان، أو الدروس إلا بسبب الإخوان، نعم. أو يعني الاستحواذ على مساجد إلا لو وقف موقفا ضد الإخوان المسلمين. هي دي كانت رسالة حزب النور طول الفترة اللي فاتت. ولذلك من الخطأ الاستراتيجي اللي احنا بنعتبره ان أخطأنا فيه هو التحالف مع حزب النور، إنما كان ضغط القواعد وضغط الشعبي إن الإسلاميين يبقوا إيد واحدة ويبقوا مع بعض وما يسيبوش بعض. ولذلك أنا يعني رأيناه رأي العين في ممارسات حقيقية تترجم ما اعتقدنا فيه وما رأيناه قبل الثورة في ممارسة الانتخابات. عندما كان يزور الانتخابات، يعني الست يروحوا لها تقول له ابني هو فلان ده الفانوس ولا الهلال. تتحدث عن وقائع يعني على مسؤوليتك الشخصية، يعني أنت طبعاً وجدت هذه الوقائع. هم قالوا أن هذه معركة والمعركة خدعة، أنا كتبت مقالة في هذا. هم قالوا عن الإخوان المسلمين أيضا أنهم كانوا يجلبون الأصوات بالزيت والسكر وبعض الأعمال الخيرية. احنا طول السنة بندي زيت وسكر، طول السنة بنساعد الناس، طول السنة بنعالج، طول السنة بنعالج الناس. هذه نحن نتعبد إلى الله بخدمة الناس، وبالتالي ما كانتش تفرق معانا انتخابات أو مش انتخابات. هو ليه الانتخابات كان دايما تتزور؟ خوفا من أن الإخوان يأخذون أغلبية في يوم من الأيام. أين هؤلاء دكتور جمال؟ أين من الناس الغلابة دول؟ نعم، أين هؤلاء؟ بلغوا عن الإخوان. لماذا؟ يعني كانت الاحتياج المادي. هو هؤلاء يعني ليست لديهم نظرة قيمية، ولا احنا استطعنا أن نزرع فيهم النظرة القيمية والأخلاقية، إنما كان محتاج فبنديله، كان عايز يتعالج فبنعالجه، كان عايز يتعلم فنعلمه ونديله دروس ونروح نديله ونلف عليهم ونفطروا معاهم. في منهم شرفاء وفي منهم من بلغ عن الإخوان وقال ده اللي كان بيدي لهم الأكل. هننتقل إلى البرلمان المصري في الخارج، ما بين إنجازات تتحدثون عنها في التقرير الذي سنشاهده الآن، وما بين انتقادات أيضا وأسئلة كثيرة سنتناقش فيها معا. نشاهد هذا التقرير الذي أعده البرلمان المصري ونشره على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم نعود لنكمل هذا الحوار.
نعم دكتور جمال، إنجازات كثيرة وفقا لهذا التقرير، زيارات وبيانات وأيضا مقابلات وخطابات جاءتكم من المحكمة الجنائية في الأمم المتحدة ومن أيضا مجموعة من البرلمانات. طيب هذا الأمر منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن 8 أشهر. نعم يعني باختصار شديد أبرز ما تم من البرلمان المصري في الخارج. هو طبعا واحنا بنتعامل كبرلمان مصري نحن لدينا صفة أو شرعية دولية، شرعية قانونية، شرعية شعبية، شرعية ثورية نتحرك بها. واحنا قلنا قبل كده أن البرلمان الدولي في وثيقته يتكلم على أن جريت فيها انقلابات عسكرية، البرلمان الأخير هو الممثل الشرعي لها في أجهزة البرلمان الدولي. وأيضا في القانون الدولي يتكلمون على أن السلطات الشرعية، المؤسسات الشرعية التي يتم حلها بمعرفة سلطات استثنائية غير معترف بهذا الحل، وده حصل مع مجلس الشعب وحصل مع مجلس الشورى. أضف إلى ذلك إلى الشرعية الشعبية لأن احنا جينا ب 32 مليون صوت لم تحدث في التاريخ في مصر، يعني 32 مليون ناخب يذهبون إلى الانتخابات بمثل هذه الكثافة. أيضا شرعية ثورية لأن ليس هناك من يتكلم باسم الشعب. الشعب المصري الآن تباع مقدراته وترسم حدوده على غير الإرادة وتباع مصادر طاقته ومياهه في مقابل الاعتراف بالانقلاب العسكري ولا أحد يتكلم. وبالتالي وجدنا أنه من الضروري أن نتداعى للاجتماع. طب هل قبل ذلك ما كانش في اجتماع؟ لا، في اجتماعين حصلوا في رابعة، واجتماعين كان نصابهم قانوني، وكان الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس هو اللي تولى رئاسة الجلسات. بعد كده بعد ما حصل الفض تفرق النواب ما بين شهيد وما بين سجين. احنا لدينا 176 الآن، في 2 تم القبض عليهم، 178 نائب من نوابنا في سجون الانقلاب العسكري. هناك 4 شهداء، هناك عشرات موجودين في الخارج. وبالتالي تداعوا. قبل التداعي كان كل منهم عندما يذهب إلى مؤتمر، أنا رحت هولندا قبل عودة البرلمان المصري في الخارج، رحت البرلمان واستقبلت في لجانه وفي مقاره نائب، ورحت بالباسبور الدبلوماسي بتاعي، الباسبور بتاع مجلس الشعب. كذلك كثيرين راحوا ماليزيا وراحوا جنوب أفريقيا وعوملوا معاملة النواب. وبالتالي اللي حصل فقط أن احنا جمعنا هذه الجهود وكان هذا البرلمان. فكرتنا في التعامل مع العالم العربي فكرة دبلوماسية سياسية، لأن السياسة هي فن صناعة المساحات المشتركة. ففي مساحات مشتركة بيننا وبين الشعوب، طبعا في مساحات مشتركة. التعامل مع البرلمانات وجدنا أنه أوقع من التعامل مع الحكومات. الحكومات في النهاية مرتبطة بخطط ومرتبطة بمصالح ومرتبطة بتأثير وبقوة ضاغطة عليها. في النهاية هي من تأخذ القرار وليس البرلمان. هي من تأخذ القرار، ولكن في الدول الديمقراطية التي المجتمع فيها قوي، هي الثورات بتقوم ليه؟ عندما تضغط دولة على المجتمع، هي نسبة. وبالتالي المجتمعات القوية، وأوروبا دفعت الثمن حتى صار مجتمعها مجتمع قوي، مجتمع يوازن، مجتمع له تأثير على القرار. وبالتالي احنا وجدنا أن الأصل نذهب للمجتمعات وإلى النواب. دعنا ندخل مباشرة في التفاصيل. زيارات كثيرة لمجموعة من البرلمانات وليست الحكومات، بدأتموها لا، والحكومات قابلنا وزارات خارجية، يعني في كل مكان رحناه كنا بنروح وزارة الخارجية. كانت الزيارة الأولى والتي أثارت لغطا كبيرا وتحدثنا تحدثت كثيرا عنها، من 23 يناير ل 3 فبراير 2015 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا زيارات إلى مجموعة من الدول. السؤال هنا، لماذا تذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأنت ونواب كثر تحدثتم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من باركت هذا الانقلاب العسكري؟ هو شيء طبيعي ومنطقي، لأن احنا بنبحث عن المساحات المشتركة. المساحات المشتركة ديت تتكلم على أن القرار الذي اتخذتموه قرار خاطئ ولن يجني استقرارا في المنطقة. كلامنا كان معهم كده، حديثنا بشكل واضح أنكم راهنتم على الحصان الخاسر في مصر، وأنكم لن تجلبوا استقرار. هذا سيثير الأمن في مصر وسيوتر الأمن في مصر، ولن يحارب الإرهاب بل هو الذي سيستدعي الإرهاب. ولذلك معدلات الإرهاب زادت من وجود بعد الانقلاب العسكري، ما كانتش موجودة الفترات اللي قبل كده، لا أيام مرسي ولا أيام مبارك بالشكل ده، وقدرنا نسيطر عليها لأن كان في ربط البعض بين وجودكم في هذه الفترة ما بين أحداث حدثت يوم 25 يناير ثم بيان من الخارجية الأمريكية بضبط النفس من طرفين. هل كان هناك علاقة بين تواجدكم هناك وهذا البيان؟ لا، هو مش علاقة مقصودة، إنما علاقة حتمية. يعني هذه رسالة تقول أن هؤلاء
الذين تآمروا على الشعب المصري وأيدوا الانقلاب العسكري وما زالوا يؤيدوه لن يتحركوا في اتجاه مصالح الشعب المصري إلا إذا الشعب المصري أراد ذلك. بمعنى أن حراك الشعب المصري وتوجهاته وإرادته ورغبته وثورته هي التي ستجبر هؤلاء الذين تآمروا ضده في أنه يشوفوا هو عايز إيه. إنما فكرة أن احنا نستجلب أو نسترضي أحد لن يعطينا أحد شيء من عندما تذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بداية هذا العام ثم تكتشف بعد عدة أشهر أن الولايات المتحدة أعادت المعونات مرة أخرى إلى النظام العسكري في مصر، بماذا تشعر وبماذا تقيم هذه الزيارة؟ هذا يجعلنا هي في الآخر نحن لم يكن سقف توقعاتنا من الزيارة أنه هيوقفوا بينما مندوب البيت الأبيض قال احنا موقفين السلاح ومدافع حرب والدبابات والكلام ده كان كله صحيح. إنما في النهاية المصالح المشتركة والضغوط، حجم الإعلام الضخم، احنا وجدنا هناك أن هناك 7 لوبيات تعمل لصالح الانقلاب العسكري. اللوبي السعودي واللوبي الإماراتي واللوبي الأردني واللوبي الإيراني واللوبي المصري. واللوبي المصري ده أقصد به الجيش مش السفارة ليس لها قيمة هناك. اللوبي الجيش ثم اللوبي الصهيوني. كل هؤلاء يقدمون مستندات يومية وأكاذيب وافتعالات لأعضاء الكونغرس وللميديا وللثينك تانك، ولذلك كان حضورنا مؤثر في أن الناس لما عرفت الحقيقة بدأت تتغير. يعني أنا عايز أقول أن في إحدى الزيارات التي لم نكن نلقي لها بالا هذه الدول التي ذكرتها دكتور جمال، هل تتحدثون مع بعض المسؤولين بها سواء كانت دول عربية أو أجنبية؟ لا، يعني احنا كل من ذهبنا إليه غالبا كان في ممثل لوزارة الخارجية وكان في ممثل للبرلمان وكان في ممثل الثينك تانك وكان في إحدى الجامعات نلقي فيها كلمة أو نلتقي بطلابها أو بأساتذتها، ثم بعد ذلك لقاءاتنا مع الجالية المصرية، علشان الجالية المصرية لها دور لا يمكن لأحد أن يقوم به إلا الجالية المصرية. تتحدث عن الجالية المصرية المعارضة للانقلاب العسكري أم أنكم تتحدثون مع الجالية المصرية بشكل عام؟ لا، احنا بنفتح اللقاء إنما لا أحد يحضر لأن حجتهم ضعيفة، هم لا يستطيعون أن يواجهوا بحجم الجرائم التي ارتكبت وحجم الإهانات التي تلقتها مصر برئاسة هذا الرئيس وحجم السخورية من الحراك. لا يستطيع أن يواجهه، وحضر منهم 2 3 ولم يستريحوا للكلام لأنه معبأ بما بثته الدعاية المصرية ومقتنع بها ومتحملها ويناقشها في كل مكان. طيب. وليس عنده استعداد أن يسمع حاجة تانية غيرها. نعم، يعني في الإنجازات وفي هذا التقرير الذي يتحدث عن إنجازات البرلمان المصري تحدثتم عن تقرير أداء مشروعات بقوانين. هنا السؤال، لمن تشرع وكيف سينفذ هذا القانون؟ نعم صحيح. هو طبعا احنا عندنا أهم قانون هيطلع يعني يمكن خلال يوم أو 2 هو القانون الخاص بثروات البلاد، أو مش ثروات البلاد، بالقوانين والقرارات التي صدرت من بعد 3/7. هذا قانون يعني تم تجهيزه، وهو يتكلم بأنه يلغى كل إعلان دستوري أو قرار بقانون أو قرار جمهوري أو قرار من مجلس الوزراء أو قرار وزاري صادر من أي جهة أو أي شخص أيا كان اسمه أو صفته واعتبارها والعدم سواء، وذلك في الفترة من 3/7 حتى صدور هذا القانون وما بعده. كما تسقط كل الحقوق والميزات والعقوبات التأديبية المترتبة على هذه القرارات أيا كانت وأيا كان المستفيد. المادة 2 تلغى جميع الاتفاقات والمعاهدات والعقود والتفاهمات والمذكرات التي أبرمها أشخاص أو هيئات أو وزارات باسم مصر أيا كان أوصافه الشخص الموقع عليها في الفترة من 3/7 حتى صدور هذا القانون. نعم. سواء كانت حكومة أو دولة أو هيئة أو منظمة أو شركة تجارية، إيه قيمة الكلام ده وأنت لا تملك تنفيذه؟ قيمته أن أنا أعلن أن في هذه اللحظة التي يتنازل فيها الانقلاب العسكري عن حدود مصر وترسيم حدود مصر وعلى ثروة الغاز في مصر لا تقدر ب 300 مليار في مياه شرق البحر المتوسط وفي بي تعاقد الشركة أو في إثيوبيا مع سد النهضة ومياه النيل. أنا أقول أن هذه القرارات وهذه المعاهدات كلها باطلة، الشعب المصري غير مسؤول عنها. تقول لمن؟ أقول للعالم، لأنه في يوم من الأيام هنفذ هذا القانون. أنا مش مطلع عشان أنفذه النهارده. ربما يتساءل البعض أو ينتقد البعض انتقادا شديدا ويقول دكتور جمال والبرلمان المصري، أنتم لم تستطيعوا تنفيذ قوانين بهذه الصرامة وبهذه الشدة وأنتم في الحكم، كان هناك عوائق وكانت هناك مشاكل كثيرة. الآن ألا تشعرون أن هذا ربما يكون من باب تضييع الوقت؟ لا، هذا أمر يخص مصر كمصر والداخل فيما يخص القوانين والقرارات، والخارج فيما يخص المعاهدات والاتفاقات. وأنا نعلن فيها أن ما سبب ضررا للشعب المصري هو باطل، هو والعدم سواء.
خلاص نقطة من أول السطر ونشوف إيه اللي حصل علشان نقدر. أنت ما تقدرش تسكت ولا تصمت لما يقرر إنه يبيع أو يقرر إنه يهدر ثروة أو يستغنى عن الحدود أو يهدد أمن قومي وإحنا قاعدين ساكتين. يبقى أنا ده الإنجاز اللي أنا عملته. لا، الإنجاز اللي أنا عملته إن أنا أعلن إن أنا أرفض هذا حتى ولو لم يؤثر في هذه اللحظة، ولكن حق اللحظة هو أن أعلن. يعني هو من باب التوثيق، باب التوثيق الذي في يوم من الأيام سيطبق هذا القانون. وقانون آخر حفظ ثروات البلاد، وقانون آخر بإلغاء قانون الترسيم، وهذا كل الشعب المصري يريد أن يرى شيئا يقاوم. نعم، هل يعمل البرلمان المصري وفقا لرؤية سياسية ما، يحمل رؤى سياسية ما فيتحرك بها ليقابل أنظمة وبرلمانات سواء عربية أو غربية؟ إحنا رؤيتنا التصدي لهذا الانقلاب والحفاظ على ممتلكات الشعب المصري وثروات الشعب المصري، مصالح الشعب المصري في الداخل وفي الخارج. كل اللي موجودين في هذا الانقلاب، احنا معانا 3-4 أحزاب المنضمين لنا اللي هم على قاعدة الثورة وليس على قاعدة الانقلاب، لأن باقي الأحزاب التي قبلت بحل المجلس حلت نفسها، وبالتالي لن نمثلها ولا تمثلنا ولا تمثل الشعب المصري، وهي الآن تسعى في انتخابات مزورة كي تستعيد هذه الصفة مرة ثانية. نحن نقابل الشعوب، نتكلم في قضية مصر من الناحية الحقوقية، من الناحية القانونية، من الناحية التشريعية والقوانين وحجم القوانين التي تصدر. نتكلم عن الشعب المصري في أنه يدافع عن حرياته وعن مساره الديمقراطي. ونحن نقول للشعوب الأجنبية والحكومات الأجنبية بالتحديد إن إحنا مش عايزينكم تقفوا معانا بقدر ما تقفوا مع مبادئكم وقيمكم. أنتم تتكلموا على حرية وديمقراطية وحقوق إنسان ودولة القانون، نحن نريد أن تقفوا مع هذا. طيب، ويطبق هذا. تحدثتم عن مراسلات كثيرة جدا أرسلتم بها إلى مؤسسات حقوقية وإلى أنظمة وإلى برلمانات وحكومات وخلافه. جاءكم الرد من تقريبا 3 أو 4 جهات؟ احنا كانت في مراسلات مش محتاجين فيها رد، انما كنا نحذر فيها من التعامل مع النظام. يعني بعتنا ممن جاءكم الرد؟ بعتنا شركات كثيره. انت ما تيجي تقول للشركه نحذركم من التعامل الاقتصادي مع حكومه الانقلاب فيما يخص المشروعات، انا مش محتاج شركات رد. خاطبتم شركات ومؤسسات دوليه. احنا بعض التجار او بعض رجال الاعمال من الكويت عندما اصدرنا بيان اننا لا نعترف بالقوانين والمعاهدات الدوليه التي تتم وكانها والعدم سواء والشعب المصري لا يتحملها، راجعوا انفسهم في الاستثمار في مصر، لانه شايفين ان الوضع مش مستقر في مصر. هل هناك يعني شركه بعينها ارسلت لكم او تعاملت؟ لا، يعني نحن عرفنا ان هناك رجال اعمال، انا اتحفظ على ذكر اسمائهم، ولكنهم رفضوا الحضور او رفضوا المشاركه في استثمارات في مصر، لان الوضع في مصر غير مستقر، وهناك في المقابل اعلان يعتبر ان هذه الاتفاقيات وان هذه المعاهدات لا قيمه لها وانها مهترة باسم الشعب المصري، وبالتالي احجم عن هذا. لدينا مراسلات اخرى لمنظمه العمل الدوليه والبنك الدولي، وايام ما كانوا كلهم مشاركين في المؤتمر الاقتصادي. ارسلنا لجمعيات حقوقيه بالانتهاكات التي تتم سواء للمراه او للطفل او للطلاب او لاساتذه الجامعات او للنواب. في خلال الصراع الدائر ما بينكم وبين النظام العسكري في مصر، كيف تقيم تجربتكم على مدار هذه الاشهر؟ هل نجحتم بنسبه كم في المئة؟ هل فشلتم؟ هل لازلتم كما انتم؟ لا، نحن بالحمد لله مع هذه الزيارات ومع هذه التوضيحات ومع هذه المواقف، اللي احدهما كان في احدى الولايات الامريكيه وقابلنا فيها الكونجرس وومن وشرحنا لها وقعدت تسمع الكلام كانها تسمع لاول مره. مش كده وبس، احنا لما نوابنا راحوا الجزائر، نواب الجزائر ومراكز حقوق الانسان قالت احنا نعرف ان في انتهاكات في مصر، انما لم نكن نتصور بمثل هذه الفظاعه. لما مجرد ان احنا تكلمنا. دكتور جمال، هل فكره التعبير عن معرفتهم بالوضع انتم تعتبرونه انجاز في هذا الصراع؟ انا طبعا عندما اخبر من لا يعلم واعلم من لا يعرف، انا في الحقيقه بعمل خطوه، لان اللي حصل مع بتاعه الكونجرس ومن دي انها كانت في مجموعه تسمى المجموعه الداعمه للسيسي داخل الكونجرس، فقالت لهم الكلام اللي انتم بتقولوه ده في كلام اخر لدي، وطلعت الوثائق وشرحت لهم، وانسحبت من هذه المجموعه وانسحب معها 12 واحد، وتوقفت منحه كانت تاتي الى مصر ب4 مليار. ده في مقابله احنا عملناها. يعني انت عليك ان تبذر البذره وليس عليك النتائج، عليك ان تفي بما يبقى مطلوب منك. يعني نحن نتعبد الى الله باتخاذ الاسباب مش بالنتائج، انما في النهايه شرحنا الموقف، ساعدنا في صناعه مساحات مشتركه بيننا وبينهم، عرفونا بدل ما كانوا بيسمعوا عننا، ما هو ما عندهمش غير الارهابيين، فهؤلاء ارهابيين الذين يتعاملوا معهم،
فده يعيد التفكير مرة ثانية. طيب هل هناك زيارة قريبة قادمة لأحد البرلمانات الأوروبية؟ هو احنا يعني ننسق الآن لزيارة للبرلمان الأوروبي والبرلمان الألماني إن شاء الله. سؤالي الأخير، في 17 و18 من أكتوبر هل تتوقع إجراء الانتخابات بالفعل؟ أنا في حقيقة في ظل الأحكام المحكمة الإدارية التي صدرت فيما يخص تقسيم قنا وفي الكشف الطبي وما يستجد من خلافات والعدد المتقدم كله على الفرد، يعني القوائم في قوائم لم تكتمل. نعم. أنا أعتقد أن هيبقى في تأجيل من الانتخابات وهذا يرضي غرور هذا الصفحة. شكرا جزيلا دكتور جمال حشمت رئيس البرلمان المصري. نافذة على مصر، حلقتنا مستمرة بعد الفاصل، فابقوا معنا. شكرا. أهلا بكم. نافذة على مصر، حلقتنا مستمرة وفيها إعلامي تونسي يستفز إبراهيم محلب بسؤاله عن قضية من قضايا الفساد وتورطه فيها في القضية المعروفة إعلاميا باسم قصور الرئاسة، ومحلب يرد بالانسحاب على الهواء مباشرة. نعم يعني أسأل وأتفاعل مع الواقع اليوم. وزير الزراعة بحكومة جنوب النيل بعد ظهور كاو شبهات حول الفساد، حضرتكم عينتم هذا الوزير يعني، وحضرتكم متهم رئيس حضرتكم متهم رئيس في أكبر قضية فساد ما يعرف بالقصور الرئاسية، تلاعب بأموال بعناوين مختلفة. اليوم أسئلة. نعم النور السوداء. هذه حرية الإعلام يعني؟ هذه حرية الإعلام؟
أهلا بكم. بينضم إلينا الآن عبر الأقمار الصناعية من تونس الإعلامي التونسي مقداد المجري، وهو من وجه السؤال لإبراهيم محلب وانسحب بعد هذا السؤال مباشرة. إبراهيم محلب. سيد مقداد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا على الاستضافة وتحية لمشاهدي قناة الحوار. أشكرك، ودعني أبدأ مباشرة عن تفاصيل ما حدث. ماذا حدث في هذا اللقاء الصحفي ولماذا انسحب أمامك إبراهيم محلب؟ أجواء صحفية عادية. رئيس حكومة تونسي يقف وعن يمينه يقف رئيس الحكومة المصري إبراهيم محلب، ويعني لا شيء يشيب بالتوتر إطلاقا. سؤال في قمة الهدوء طبعا بلياقة كبيرة وشياكة كبيرة جدا. يعني انطلقت في سؤالي مهد طبعا، وسؤالي ارتبط بحدث جد يومها وقبل يومين في مصر يتعلق بوزير الزراعة المستقيل جبرا بعد ملف فساد. يعني لم أطرح أسئلة معقدة تتعلق بواقع الدمار الشامل الذي تعيشه مصر أو الجرائم والانتهاكات في حقوق الإنسان. كنت في سلم اللطف كما قلت منذ حين في الجزيرة مباشر. كنت لطيف جدا وخلوق ووديع برشا، لكن مش ممكن نسأله كذلك على أرشيف أم كلثوم أو على ماتش أم درمان بين الجزائر ومصر. يعني لا يمكن معنى هذا. وكان في قمة يعني أيضا كذلك صحفيا كان متزامن مرتبط بأكتواليتي، يعني بحدث جد في مصر. وبماذا أجابك إبراهيم على أداء محلب؟ رئيس الحكومة التونسي لابد أن أسأله كذلك في شأن مصري. نعم. 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 بماذا أجابك إبراهيم محلب بعد توجيه هذا السؤال؟ لم أوجه السؤال، هو كان نصف سؤال فقط، ولكن اتضح اليوم في علوم الصحافة والأخبار أن نصف سؤال قاعدة جديدة هو أقوى من سؤال. يعني رغم محاولة كبيرة للالتفاف على العناوين من قبيل في بعض وسائل الإعلام على أنه رفض الإجابة أو شيء من هذا القبيل، هو لم يرفض الإجابة. هو بمجرد اشتم رائحة السؤال قفز وهرول، ومن ورائه للأسف الشديد يعني أنا آسف رئيس حكومتي الموقر وطاقم كذلك من بعض الوزراء السادة الوزراء. نعم. يعني يهرولون أو يخرجون على الأقل خلف هكذا بشكل فجائي دون استئذان من الضيوف دون أي شيء. ولم يجب هو رئيس حكومتكم رئيس الحكومة المصري عفوا لم يجب عن أي سؤال أصلا. هو في بيان رسمي صباح اليوم مجلس الوزراء المصري على لسان إبراهيم محلب والمتحدث باسم مجلس الوزراء المصري قال: أصررت على التواجد في هذا المؤتمر الصحفي رغم التحذيرات بوجود أعضاء من جهات الشر أو من جماعة الشر، وقال أنني لم أنسحب ولم أتهرب من الإجابة، رددت على من سألني ولكني أصررت على التواجد في هذا المؤتمر على الرغم من التحذيرات كما قلت بتواجد جماعة الشر. يعني ما مدى صحة ما قاله إبراهيم محلب في بيانه صباح اليوم؟ اللي لابس حوايجه ملابسه كويس مش عريان ما يخاف من دخول الناس اطلاقا. يعني لماذا انت تخشى الصحفي؟ نحن كذلك احترامي لباقي زملائي من الصحفيين، بعد الثورة يعني تغيرت الامور في تونس وليس لدينا صحفيين يعني القلة القليلة، ربما القليلة النادرة يعني، لكن في مجمل الأمور يعني ما عندناش صحفيين، ليس لدينا صحفيين يعملوا تمثيل عضلات. يعني لابد أن تكون هناك أسئلة بعيد عن الخطاب المنمق القديم، الدول الصديقة والشقيقة وتبادل وجهات النظر والتعاون الثنائي. هذا كلام يعني جاءت الثورة لتنسيفه نسفا. سؤالي كما قلت كسيد العزيز كان يعني هو للأسف الشديد هو نصف سؤال كان. أما رئيس الحكومة محلب لو كان عنده نصف عقل
لكان بامكانه، لكن كان هو هش ضعيف. انا رايته والله يسخفني، هو مرتبك يعني. هو لو كان عنده نصف عقل لو وقف وامتنع على الاجابه كان كافي له ليخرج من هذه طيب يعني دعنا نتحفظ على ما قلته من هذا اللفظ. ولكن أراد الله وسجل لدي تحدث عنه الكثيرون صباح اليوم، وهو أن الصحفي دوره في المؤتمر الصحفي توجيه السؤال، وليس من دوره أن يوجه الاتهام كوكيل للنيابة مثلا. كان بإمكانه. نحن عندنا قاعدة في العمل الصحفي أن الصحفي يسأل ما شاء طبعا في حدود اللياقة، وأن الضيف بإمكانه أيضا أصلا أن يصمت. كان أولى برئيس الحكومة أن يصمت، لكن أراد الله عز وجل أن لا يصمت هو وأن يخرج هكذا حتى تتناقل وسائل الإعلام هذه الفضيحة الكبيرة لرئيس حكومة. اسمح لي أخي، في علم التواصل من أكبر الزلات التي يقوم بها شخصية سياسية أن يغادر هكذا ويخرج بشكل فجائي يعني. لكن أكمل أقول بأن الله أراد أن يخرج هكذا إبراهيم محلب انتصارا لأرواح عشرات الآلاف وإلى الأبرياء الضعفاء الغلابة من المصريين، وكذلك حتى يدمر ذاك القصر من العاج أو من زجاج الإعلامي الموجود في القاهرة والذي زيف وعي الشعب. طيب لعل هذا القصر الزجاجي كما وصفته أستاذ بقول مقداد ماذا قال، بل من هو مقداد يعني. نعم، لعل هذا القصر الزجاجي كما وصفته وتعني مقدمي بعض البرامج في مدينة الإنتاج الإعلامي هم هاجموك بشدة بالأمس وتحدثوا عن بعض الأمور، عن انتماءات سياسية وأمور أخرى. دعنا نستمع إلى أحمد موسى وهو مقدم برنامج في قناة صدى البلد، ماذا قال عنك في ليلة الأمس، ثم نعود لنكمل معك هذا الحوار. اسأل وارد ورئيس الوزراء انسحب، ولكن أنا نشوف، لكن خلينا الصحفي ده مين، هو إيه؟ هل ده تونسي وعضو في الجماعة الإرهابية، واحد جاي مدفوع مسؤول، واحد ليه مصلحة، جايز يعني كل الحاجات دي أي حد يسأل نفسه هو إيه اللي يخليه يعمل كده، واشمعنى في مؤتمر صحفي في تونس، وليه تونس، وليه يعملوا كده، وهل هم اللي دخلوا دول يعني ما كانوش معروفين للأمن التونسي؟ أنا أعرف الأمن التونسي كويس أوي، أنا شخصيا أعرفه، أنا رحت تونس دي 20 مرة، الأمن التونسي هناك ما بيعديش الهوا، أنا بقول أهو ما بيعديش الهوا، غريبة أوي يسمح. طب نشوف ده مين هو الأول بس لو سمحتوا، الإعلامي ده بينتمي لأنهي حاجة، ركزوا لو سمحتوا الفيديو اللي جاي، أرجوك 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 عشان تعرف إيه الحكاية. نشوف. أنا مش عايزة كلام ولا رغي ولا بتاع وخلاص، عشان عايز أبين لكم إنه ده واحد من عضو جماعة إرهابية فقط لا غير. طيب هو المقطع الذي كان يتحدث عنه أحمد موسى كان للزميل مقداد المجري، وهو في مقدمة لإحدى حلقاته على قناة الزيتونة، وكان يرتدي بدلة الإعدام تضامنا مع قرار أو الحكم بالإعدام على الرئيس محمد مرسي. سيد مقداد، الآن الاتهامات أكيلت لك بأنك عضو في جماعة الإخوان المسلمين، وأن جماعة الإخوان المسلمين هي من دفعت بك وزجت بك وحرضتك على الدخول إلى المؤتمر الصحفي لتوجيه الاتهامات إلى إبراهيم محلب، ما تعليقك؟ يا سيدي لا تقل عن هؤلاء هل هم يكذبون، ولكن اسأل قل متى هم صدقوا. فيما يتعلق باللباس البرتقالي الذي لبسته أنا هناك، وقلتها وأعيدها وهو مسجل وموثق، قلت بأن ذلك انتصارا للإنسان لا للإخوان، وقلت بأن مجزرة رابعة لو حدثت في تل أبيب لكنت أول من ينتصر للضحايا المدنيين الذين يموتون بتلك البشاعة. وبالتالي نحن اليوم، اسمح لي أخي العزيز، هناك مرض فوبيا كبير جدا كان قديما موجود لدى الشرطة ولدى تلقاه لدى يعني المختصين المخبرين يعني، لكن اليوم انتقل إلى النخبة، وهو هذا التصنيف الإطلاقي. سؤال: ما هي علاقتك بالإخوان؟ أو عندك علاقة ولا ما عندكش؟ وفي تونس عندك علاقة بالنهضة أو ما عندكش؟ هذا العقل المريض هو لا يسأل عن العلاقة مع إسرائيل أيا كان، بل العلاقة مع إسرائيل فيها تعاون ثنائي، ولكن العلاقة مع منظمات كفاحية أو منظمات يعني المقاومة
حركات مقاومة هي أصبحت اليوم بفضل هذا الإعلام المسيح الدجال. نعم، ولكن سيد مقداد يزيف كل شيء تقريبا أصبحت هي نعم من بعيدا عن ما قاله أحمد يعني. موسى نعم. هل يعني جزء مما قاله يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي أن جماعة الإخوان هي من دفعت بمقداد المجري لدخول هذا المؤتمر الصحفي؟ ما مدى صحة أو كذب هذا الكلام؟ اسمح لي أعد الصوت ليس بشكل جيد يصلني هنا لو سمحت، هل من إيضاح؟ نعم، يتحدثون أن جماعة الإخوان هي من دفعت مقداد المجري لدخول هذا المؤتمر الصحفي وتوجيه الاتهام لإبراهيم محلب. والله العظيم يشهد ربي أني ما كنت أتصور على هذه الدنيا أناس لديهم القدرة على الكذب والخداع والتزييف الذي يعني حتى الطفل الصغير يعني يضحك منه. هذا شيء سخيف جدا. التونسيون على العموم، التونسيون صدقني من يسارهم إلى يمينهم إلى علمانيهم إلى من يصلي إلى من يشرب الخمر يضحكون. هذا يوم الضحك العالمي في تونس وفي شعب مصر كذلك على هذه الدعارة الإعلامية وهذه الصفقة. يعني في تونس نعم إرهابي إعلامي قل له دخلت من الشباك. إذا أنا دخلت من الشباك. نعم، أشكرك شكرا جزيلا مقداد المجري الكاتب الصحفي والإعلامي التونسي كان معنا عبر الأقمار الصناعية، وبالتأكيد نتحفظ على بعض الألفاظ التي ذكرت في نهاية حديثه. قصور الرئاسة هو ده السؤال اللي سأله مقداد المجري لإبراهيم محلب ووجه له اتهام بأنك متهم في قضية فساد عرفت إعلاميا باسم قصور الرئاسة. دعونا نستمع ونشاهد تقرير يتحدث عن هذه القضية وأسرار هذه القضية ثم نعود لنكمل هذه الفقرة. في ترحالهم وحلهم يطاردهم الفساد، ولم لا؟ وقد خيل إلى نظام 3 يوليو أنه استطاع استئصال شأفة التجربة الديمقراطية الأولى في البلاد منذ ثورة يناير، دون أن يكون هناك في أقاصي البلاد من يقف أمام عبد الفتاح السيسي أو رئيس حكومته ليناهض الظلم ويدافع عن المكلومين وينتصر للحق ويكشف الباطل. اليوم أسئلة. أينما تكونوا يدرككم الفساد وتفضحكم ألسنة الشرفاء. فهذا إبراهيم محلب لم يقوى على الصمود أمام سؤال طرح عليه من أحد الصحفيين التونسيين أثناء المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش زيارته إلى تونس حول اتهامه بالفساد في قضية القصور الرئاسية المشهورة. ولا الوظائف الحكومية انتهت، ما فيش وظائف حكومية. نمرة 2 إبراهيم محلب والذي كان الذراع الأيمن لجمال مبارك نجل المخلوع حسني مبارك في ترميم القصور الرئاسية الخاصة بالنظام الأسبق وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل ورئيس شركة المقاولون العرب لسنوات طوال، كان الابن المخلص لنظام مبارك. هرب من المؤتمر الصحفي رافضا الإجابة على السؤال، إلا أنه عاد ليتهم الصحفي بالانتماء إلى معسكر الشر والذي يريد تهديد استقرار مصر رغبة منه في إيجاد الشماعة التقليدية للهروب من مآلات أفعاله وقراراته. مهاجمة إبراهيم محلب ومن قبله رئيسه عبد الفتاح السيسي في مؤتمر شهير بألمانيا يرسخ في الأذهان أن جريرة هؤلاء في حق الشعب المصري لن تطويها الأيام ولن يقف أمامها تحركات هنا وزيارات هناك، وأن الدماء التي سالت في ميادين القاهرة ستظل لعنة تطارد النظام الحالي ورجالاته حتى حين. أهلا بكم. ينضم إلينا الآن عبر الأقمار الصناعية من الدوحة الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد حسن الشرقاوي المتحدث الرسمي باسم المجلس الثوري المصري. أستاذ أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك دكتور أسامة وأهلا بالسادة مشاهدي قناة الحوار. أهلا بك أستاذ أحمد. ودعني بداية قبل أن نتحدث عن قضية الفساد الكبرى، قضية القصور الرئاسية،
ما تعليقك وانطباعك وأنت إعلامي مصري وصحفي وكاتب صحفي مصري عندما رأيت إبراهيم محلب يتهرب من الإجابة التي طرحها، من إجابة السؤال الذي طرحه عليه مقداد المجري الإعلامي التونسي بالأمس؟ يعني هو الحقيقة انه اذا كنا بنقول انه الفساد هو ابراهيم محلب، يعني اذا كان الفساد بيتلخص في هذا الرجل يعني الذي يعني يحتل وظيفة رئيس وزراء موظف إداري عند العسكر، أصبحنا الآن نقول أنه الفشل كسياسي اسمه الآن أو عنوانه الآن في مصر هو إبراهيم محلب. لأنه هذا سؤال يعني ده بيؤكد أنه لا رئيس الوزراء ولا أي وزير يعني يمكن أن يعمل في العمل السياسي. أحد مهارات السياسي في أي دولة من دول العالم، حتى في الدول الصغيرة جدا والتي لا تظهر حتى على الخريطة، أحد مهارات السياسي هي الرد على الأسئلة بشكل لائق والتجاوب والتعامل مع الصحفيين، لأنه لا يعكس شخصيته فقط ولكن يعكس منصبه ويعكس صورة الدولة التي يمثلها. إبراهيم محلب في هذا المؤتمر الصحفي فشل فشلا ذريعا كسياسي، فشلا ذريعا في الرد على هذا الأمر، أساء لصورة دولة كبيرة بحجم مصر أكثر مما أساء إلى شخصه كفرد. الحقيقة أنه أولا الملاحظات المهنية على تصرف إبراهيم محلب، نعم. أولا أنه لم يستمع إلى بقية السؤال. هو الزميل مقداد كان يبدأ في توجيه السؤال، وعندما قال له كيف يتم التعامل مع قضايا الفساد وأنت لازلت متهما في قضية القصور الرئاسية، فهو غادر يعني في خرق واضح وانتهاك واضح لكل الأعراف والبروتوكول. إلى جانبه يقف رئيس الوزراء في الحكومة، رئيس الوزراء التونسي أو الوزير الأول إبراهيم الصيد، فراح مغادر إبراهيم محلب المكان وخرج دون ده خرق للبروتوكول تماما وضعف وفشل شديد جدا، ولم يستمع الى سؤال الزميل فاساء الى نفسه واساء الى المنصب. طيب استاذ احمد، كان بمنتهى البساطه يستطيع ان يرد اي رد يؤكد على انه هذا الامر قادت به القضاء او انه منظور امام القضاء وانه تم البت في جزء منه او ان هناك تقارير وان هذه امور عن هذه القضيه تخرج عن نطاق المباحثات التي اجريناها في تونس. استاذ احمد كنت تسمعني يعني بشكل جيد جدا للرد، لكنه فشل في ان يتخذ اي مخرج منها. طيب، بعض الإعلاميين وبعض الرموز السياسية حتى تحدثت عن اعتذار واجب من النظام التونسي للدولة المصرية، لأن النظام المصري أهين بتوجيه اتهام من كاتب صحفي أو إعلامي تونسي في مؤتمر بالأمس. ما تعليقك؟ ده يعني أنا تعليقي أنه النظام الذي يطلب اعتذارا نتيجة لسؤال في مؤتمر صحفي فهو نظام هش، وتعبير زميلنا مقداد المجري بأنه يعني اللي على راسه ده، يعني احنا بنقول هو قال مثل تونسي مش مركز معاه فيها قوي، بس عندنا في مصر اللي على راسه بطحة دايما بيحسس عليها. ما هذا النظام الذي يعني يهتز بهذا الأمر لسؤال من صحفي، وسؤال بالمناسبة مهني جدا وكان بطريقة لائقة جدا، ويعني رحب في بداية الزميل المقداد لو جبنا حتى الشريط وشفناه وأنا شفته أكتر من مرة. نعم. رحب بالضيف المصري ثم توجه بسؤال مهني وبلياقة وبكياسة، لكن يعني كان مقداد المجري يتبع كل الإجراءات المهنية الصحيحة في مهنة الصحافة والإعلام، لكن رئيس حكومة سلطة الانقلاب كان فاشلا بامتياز في التعامل مع سؤال بسيط جدا، نتيجة لأنه على رأسه بطحة، فاللي على رأسه بطحة دايما لا يحتمل أسئلة ولا يحتمل أن يواجه الناس. طيب، إذا انتقلنا إلى تفاصيل قضية القصور الرئاسية، وهي قضية فساد كبرى متهم فيها حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسنين عاقبت حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات وبتغريمهم 125,779,297 جنيها وإلزامهم برد مبلغ قدره 21,197,000 وبمصادرة المحررات والمضبوطات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية. ولكن كان اللافت للنظر أستاذ أحمد أن من ضمن الذين وجهت إليهم التهم في هذه القضية هو إبراهيم محلب رئيس الوزراء الحالي في حكومة الانقلاب العسكري وقت أن كان رئيسا لشركة المقاولون العرب، وصدر أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة لمحلب أثناء إقامته في المملكة العربية السعودية. وكانت الأخبار في المواقع الإخبارية في هذا التوقيت تتحدث عن اتصاله بمحاميه قبل العودة لمصر في يوليو 2013، ثم استقبل في مكتب حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق بعد الانقلاب العسكري وقام بأداء اليمين كوزير للإسكان. الحديث هنا أن اسم إبراهيم محلب تم نزعه من هذه القضية بعد هذا الأمر. أستاذ أحمد، يعني ما هي التفاصيل وما هي حقيقة اتهام محلب في هذه القضية؟ شوف، هو الحقيقة انه القضية دي كانت ببساطة انه مبارك المخلوع مبارك ونجليه علاء وجمال قاموا بإهدار مبلغ يصل إلى 150 مليون جنيه من أموال الدولة على تجديد قصور رئاسية يسكنون فيها وفلل خاصة بهم وشقق يعني فلل خاصة بهم في شرم الشيخ وفي القاهرة، وانه أوراق تجديد هذه القصور الرئاسية والفلات كان هناك مهندس المقاولين العرب كان اسمه عمرو محمد خضر او عمرو خضر على ما اتذكر، وانه احتفظ باوراق هذه القضيه طيله 10 سنوات في شقه خاصه به. وكان من غير المتصور ان هذا المهندس الذي ادلى باقواله في القضيه يتصرف بعيدا عن رئيسه المباشر وهو رئيس شركه المقاولين العرب ابراهيم محلب في ذلك الوقت. والمهندس ده شهد في تحقيقات النيابة بأنه تلقى أوامر مباشرة، أنه كان في شاهد في الرئاسة في ديوان الرئاسة شاهد بشكل مباشر في الرقابة الإدارية، الضابط اللي مسك القضية قال أنه مبارك هو اللي قال تعليمات بشكل مباشر لموظفي ديوان الرئاسة بأنه تتم إحالة أوراق المصروفات اللي بتتم على تجديد هذه القصور الرئاسية إلى مهندس المقاولين العرب المنتدب أو اللي موجود في ديوان رئاسة الجمهورية. وبالتالي فهذه العلاقة الثابتة التي ربطت إبراهيم محلب بهذا الأمر لأنه هو الذي وافق على تسوية كل هذه الحسابات. المهندس بتاع المقاولين العرب قام بدوره، أخذ الشيكات أو فواتير التجديد بالاموال اللي تصل اجماليها الى 150 مليون ودفع بها الى ابراهيم محلب اللي هو اشر عليها مضى عليها فاتسوت في حسابات المقاولين العرب، وبالتالي اعتبر ضالعا في اهدار 150 مليون جنيه من اموال الدوله. وهذه قضيه فساد ليست كبرى يعني كما توصف، لكنها احدى القضايا التي كانت لزر الرماد في العيون في تلك الفترة. فمبارك كان يمكن ان يحاسب على قضايا اكبر من ذلك بكثير. اما هذه القضايا ما يهمنا فيها هو دور ابراهيم محلب. في النهاية ابراهيم محلب هذا خلال وجوده في شركة المقاولين العرب كان مسنودا ب يعني المقاولين العرب دايما بتشتغل مع الجيش. طيب، قبل العلاقة بين المقاولين العرب والقوات المسلحة أستاذ أحمد في هذه القضية وطوال مشواره حتى أصبح رئيسا للوزراء. طيب، دعنا نتوقف عند اسم أحد الأشخاص الذين ذكرتهم وهو المهندس عمرو خضر، هو أحد العاملين في شركة المقاولين العرب. أنت تذكر الاسم وفقا لتصريحات أو تحقيقات النيابة التي نشرت في هذا التوقيت، أم أن هذه معلومات أنت تمتلكها؟ نعم بالضبط. لا، الحقيقة أنه هذا الاسم ورد في تحقيقات النيابة، وأنا شفت هذا الاسم في تحقيقات النيابة وفي إجراءات المحاكمة التي يعني ذكر فيها هذا الاسم بوضوح. طيب، نعود إلى العلاقة ما بين إبراهيم محلب وما بين القوات المسلحة المصرية في فترة توليه رئاسة شركة المقاولون العرب.
يعني الحقيقه بقى ان هي دي اللي الناس محتاجه تعرفه، ما يعني ايه علاقه ابراهيم محلب. يعني في مصر دائما شبكات الفساد يا بتنتهي في المخابرات العامه، يا بتنتهي في ديوان وزاره الدفاع، يا بتنتهي او بتبدا في وزاره الداخليه، وهكذا. هذه الجهات هي التي تدير شبكات الفساد الموجودة في مصر، الشبكات الكبيرة. ويعني بالمناسبة كده حكاية وزير الزراعة الأخير ده وموضوع إقالته والقبض عليه المسرحي اللي كان في ميدان التحرير، نعم. هذه يعني بسارية الفساد، يعني إذا جاز التعبير، سمك صغير. أما حيتان الفساد مش في وزارة الزراعة، حيتان الفساد الحقيقيين في وزارة الدفاع وفي وزارة الداخلية وفي عند احمد الزند وفي الاماكن اللي هي معروفه بانها بتدير شبكات الفساد الموجوده في مصر. علاقه ابراهيم محلب كانت بشبكه وزاره الدفاع، كان مرتبطا بالمجموعه وزاره الدفاع وبجنرالات وزاره الدفاع. وانا اتذكر في فتره احداث محمد محمود الاولى والثانيه، كنا متواجدين هناك بشده. كان يعني في وزاره الداخليه وضباط جنرالات اللي كانوا قاعدين من وزاره الدفاع من الجيش، واللي كانوا بيديروا الامور ساعتها من مقر وزاره الداخليه، كانوا على تواصل دائم مع ابراهيم محلب، بيتصلوا بيه في البيت وبيتصلوا بيه في كل وقت. وهو اللي عمل الحيطان الصخور اللي اتحطت على محمد محمود، والمقاولين العرب هي اللي عملت البوابه اللي قفلت شارع مجلس الشعب. لماذا لم يتم الحديث عنه في هذه الفتره استاذ احمد؟ يعني كان اداه طيعه طوال الوقت ابراهيم محلب. ابراهيم محلب هذا لا يحتمل حتى شخصيه يعني انسان، نعم. له دعني اعيد السؤال مره اخرى استاذ احمد، متوازنه او اذا سوية. كنت لم هو رجل تسمعه بعيدا عن شخص ابراهيم محلب وفسادهم، لماذا لم يتم ذكر هذه الواقعه تحديدا وكانت الامور والمشهد السياسي ملتهب في فتره محمد محمود؟ لماذا لم يتم ذكر ان ابراهيم محلب هو من قام بوضع الكتل الخرسانيه وان القيادات الامنيه كانت في هذا التوقيت على تواصل معه؟ لا، هذا الكلام موجود في الصحف المصرية. بالعكس، ده كانوا يعني بيفخروا ان شركة المقاولين العرب هي التي قامت بأعمال إنشاء في اليوم اللي تم فيه وقف الأعمال أو في هدنة ما بين الميدان ووقف أعمال محمد محمود. وأنا كنت واحد من الناس اللي عملوا هذه الهدنة مع أخوة في الجبهة السلفية، الدكتور هشام كمال وأخوة آخرين من شباب ائتلاف شباب الثورة وغيرهم. الحقيقة انه كان ذكر في الصحف المصرية وفي الأهرام، وأنا كتبت في وكالة أنباء الشرق الأوسط ونشر في كل الصحف، ان شركة المقاولين العرب هي اللي قامت ببناء هذه الحواجز الخرسانية. نعم. وكمان هو ما كانش بيخفي الكلام ده. ابراهيم محلب كان مرتبطا ارتباطا مباشرا بعبد الفتاح السيسي حينما كان يعني مديرا للمخابرات العسكرية. يعني ابراهيم محلب هو واحد من صبيان عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر. أستاذ أحمد، إذا تحدثنا هنا عن قضية فساد كبرى الآن في حكومة إبراهيم محلب ما بعد الانقلاب العسكري. 9 من الوزراء متهمين في قضايا الفساد وفقا لما نشر من بيانات لمكتب القائم بأعمال النائب العام، ومجموعة أخرى من وكالات الأنباء المصرية وأيضا العالمية. هل تتوقع الإطاحة بإبراهيم محلب مع وزرائه أيضا، أم تتوقع أن عبد الفتاح السيسي سيبقي عليه لفترة أخرى ثم يطيح بمجموعة من كباش الفداء وهم الوزراء المتورطين في فضيحة وزارة الزراعة؟ يعني أنا بعتقد أنه يعني ربما يفكر عبد الفتاح السيسي 1000 مرة قبل أن يقوم بتغيير إبراهيم محلب، فهو لن يجد شخصا ألين وأكثر طوعا واكثر يعني واقل يعني ذكاء منه. يعني الحقيقه هيدور كتير في الناس اللي موجوده علشان يلاقي شخصيه بتركيبه ابراهيم محلب، وربما اذا كانت هناك مرحله تقتضي ان يتم تغيير ابراهيم محلب ربما يغيره، لكن انا اميل الى انه لن يقوم بتغيير ابراهيم محلب خلال على الاقل الفتره القادمه، وحتى يتم
انتخاب البرلمان الانقلابي او البرلمان الانقلابي اللي جاي، بناء عليه سيتم اجراء تغييرات قد تطول ابراهيم محلب. اما في الفتره الحاليه وحتى اجراء الانتخابات لا اعتقد انه ممكن يغير رئيس الحكومه، انما هو بيلجا الى بعض الحركات البهلوانيه مثل التخلص من بعض صغار الفاسدين هنا او هناك لتبييض وجه النظام. ويعني دايما بنقول له تعمل المشطه في الوش العكر، يعني اذا تبييض وجه النظام امام من يقبعون داخل حظيرة العسكر والمؤيدين، اما الناس اللي فاهمين الاوضاع الحقيقيه الموجوده في مصر سواء كانوا من المصريين الشرفاء والاحرار والثوار او من الاجانب، هم ممكن يعرفون كويس جدا حجم الفساد المتغلغل في مصر. الخارج يعرف جيدا حجم الفساد المتغلغل في مصر. تقارير الشفافية الدولية، منظمة الشفافية الدولية تحدد مصر من بين أسوأ مناطق العالم التي تفتقر إلى الشفافية والتي يرتع فيها الفساد، يعني لا يسبقها في ذلك إلا بعض الدول القليلة في عمق الصحراء في أفريقيا. فيعني ربما تلجأ سلطة الانقلاب خلال الفترة الماضية بتقنين الفساد، جعل الفساد مؤسسات مقننة بدأت بمجموعة كبيرة من القرارات، كان آخرها مثلا التصالح مع في قضايا الكسب غير المشروع. قوانين أصدرها عبد الفتاح السيسي تقنن الفساد يا رجل. يعني حد بس يمسك قانون المزايدات والمناقصات اللي كان صادر يعني بشكل محترم. نعم، ربما نناقشه في حلقة أخرى أستاذ أحمد عليه، وهو ما قبل أنا أشكرك شكرا جزيلا 25 يناير، إنما غير هذا القانون أشكرك شكرا جزيلا أحمد حسن الشرقاوي الكاتب الصحفي والمتحدث الرسمي باسم المجلس الثوري المصري، كان معنا عبر الأقمار الصناعية من الدوحة. نافذ على مصر، حلقتنا خلصت، أشوفكم بكرة في نفس الميعاد 9 بتوقيت القاهرة. تصبحوا على خير. يسر شركة عربوتك العربية البريطانية الإعلان عن إطلاق بواباتها الإلكترونية للدعاية والتسويق وباللغتين العربية والإنجليزية. هل تبحث عن مصدرين وموردين ووكلاء تجاريين؟ هل ترغب أن يكون لديك حساب تجاري يشاهده الملايين؟ هل تبحث عن وظيفة؟ لماذا الانتظار؟ سجل الآن مجانا وانضم إلى المنظومة التي تشمل أكثر من 1200 نشاط تجاري. عربوتك، كل ما تبحث عنه. يقول أنا الشعب والمعجزة، أنا الشعب لا شيء قد أعجز. صاح من الشعب